لو بتدوري على أكلة مشبعة وموفرة وطعمها حلو يبقى طاجن السجق بالبطاطس هو الحل. أكلة مكوناتها بسيطة وطريقتها سهلة وهتكفي الأسرة كلها من غير ما تكلفك كتير. يلا نشوف عملناها ازاي. في طاسة على النار هنزل بشوية زيت وحتة زبدة. أول ما الزبدة تسيح والطاسة تسخن كويس هنزل بنص كيلو من السجق متقطع لنصين وممكن أسيبه كامل لو انتي عايزة. هسيب السجق يتشوح في الزيت والزبدة لحد ما ياخد لون. انا مش عايزاه يستوي، انا عايزاه بس ياخد لون لانه لسه هيكمل سواه في الفرن. هفضل اقلب فيه لحد ما ياخد لون من كل الجوانب. اول ما ياخد اللون بالشكل ده هطلعه في طبق وهسيبه على جنب. طبعا السجق بينزل دهون كتير فانا مش هستخدم اي مادة دهنية تاني وانا بشوح الخضار. في نفس الطاسة هنزل ببصلاية كبيرة متقطعة جوليان هديها تشويحة لحد ما تدبل. بعد كده هنزل بفصين من التوم مفرومين هديله تشويحة مع البصل لحد ما يشم ريحة التوم. هنزل عليهم ببطاطستين كبار متقطعين مكعبات هفضل اقلبهم كده لحد ما يتشمعوا وياخدوا لون. وبعد كده هنزل بفلفلة اخضر تدي طعم وممكن تستخدمي فلفل الوان لو انتي حابة. هنزل بطماطمايه كبيرة او طماطمتين صغيرين وهقطعهم شرايح بالشكل ده. هنزل عليهم مع البطاطس والفلفل وافضل اقلبهم. وبعد كده هنزل البهارات اللي انا هستخدمها معلقة صغيرة من البصل بودر والثوم البودر والبابريكا والملح والفلفل الأسود. هديهم تقليبة مع الخضار لحد ما يمتزجوا ويختلطوا كويس بالبهارات. هفضل أقلب بالشكل ده وبعد ما يختلطوا مع بعض كويس هحط معلقة صغيرة من السكر علشان الحموضة. وبعد كده هنزل بطماطمتين مبشورين وعليهم معلقة كبيرة من معجون الطماطم. هفضل أقلب كده لحد بقى ما كل المكونات اللي أنا حطيتها يختلطوا مع بعض. وبعد كده هنزل بالسجق اللي احنا كنا سايبينه على جنب هقلبه مع الخضار لحد بقى ما يمتزج برضو مع الخضار كده ويبدأ يتسبك شوية. وبعد كده هحضر بقى الطاجن اللي انا هدخله الفرن وهنزل بالسجق والخضار اللي احنا مجهزينه وهغطيه كويس بورق زبدة وورق فويل وهدخله الفرن على اعلى درجة حرارة لمدة نص ساعة. بس كده الطاجن بتاعنا بقى جاهز ومفيش بجد اسهل من كده. لو لقيتي السجق استوى والبطاطس استوت معاكي بس لسه ما وصلش وشه للون الحلو ده هتشغلي عليه الشواية دقيقتين بس. قدمته مع رز ابيض وعايزه اقول لكم ان هي اكله مشبعه جدا وكمان موفره مع نص كيلو من السجق وشويه خضار. هنعمل اكله حلوه قوي لاسره كامله. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم اسراء. سلام.